يا صباح الفل على المصريين ومساء الورد هنا عندنا في امريكا. بنتنا رجعت مارينا خلف بعد ايام من التعب النفسي، لان ناس كتيره قوي تعبت عشان مارينا خلف، وكانت كل الناس قاعده تترقب راجعه ولا مش راجعه، وشويه نقول دلوقتي راجعه، كمان شويه نقول لك لا مش راجعه، لا اصل لما الحاجه الفلانيه اتقالت هي مش راجعه. لما الناس قعدت تلوم على الامن الوطني، الامن الوطني ما كانش عايز يرجعها. الامن الوطني هو اللي رجع مارينا خلف، والقيادات اللي مسؤوله في سوهاج هي ايضا اللي رجع مارينا خلف. وحزن الام والاب وبكائهم الشديد ولطم الام النهارده هو اللي رجع مارينا خلف. ده يخلينا ننتبه جدا على البنات. لولا تدخل كل الناس دي مارينا ما كانتش رجعت على الاطلاق، لان مارينا كانت تصيبها حاله من القلق صعبه جدا، وخوفها كان شديد جدا، لان الحدث اللي عملته حدث صعب قوي. بس هنقول ان هي طايشه، هنقول ان هي صغيره في السن، عندها عدم وعي، ما عندهاش خبره، حد سيطر على تفكيرها وضحك عليها. ولكن بنتنا في الاخر ترجع لبيتنا ونطبطب عليها ونحتويها. خلي بالكم من بنات، لان الزمن مش حلو. جيت في بداية الكلام عن مارينا خلف قلنا نربي البنات عشان التربية هتفرق جامد جدا. تربية البنات عليها عامل كبير جدا. الدنيا بتمطر اهو انا واقفة معاكم. تربية البنات عليها عامل كبير جدا، احتواء البنات عليه عامل كبير جدا، محبتكم للبنات، صحوبية البنات، بنت او ولد صاحبوهم عادي جدا يا جماعة، مفيش اي مشكلة. بناتنا خط احمر محدش يقرب لهم، بنات المسلمين خط احمر محدش مسيحي يقرب لهم. فكل واحد يحافظ على بناته، لان دول بناتنا بتوعنا حاجتنا. ربنا يحافظ على بناتكم. ولو صدر اي كلام للتوعية ما كان هو الا مقصود منه التوعية، وان احنا فعلا نجتهد في تربية ولادنا. كلنا لازم نتعب ونشقى جدا في تربية ولادنا. ربنا يحميكم، والف مبروك يا مارينا خلف، رجعتي بيتك، محدش هيقرب لك، احنا بنحبك. شفتي كميه الحب بقى، ده احنا من مصر لامريكا لاستراليا كله بقى بيكتب عنك، فكل الناس بتحبك. اوعي تفتكري محدش بيحبك، ده احنا بنموت فيكي، وكنا مستنين رجوعك بالف سلامه. احنا بنحبك عشان انتي بنتنا بتاعتنا، متعمده مرسوم على ايدك الصليب، انتي بنتنا وحبيبتنا حبيبتي. رجوعك بألف سلامة، فرحة لكل الناس وكل المصريين على فكرة، مش مسيحيين بس، مسلمين كمان فرحانين عشانك. صباح الفل يا مارينا يا خلف.